في كل سنة تمر علينا أيام، لكن هناك أيام اختارها الله بنفسه لتكون أعظم أيام الدنيا، أيام أقسم الله بها في القرآن ورفع قدرها فوق سائر الأيام. فما سر العشر من ذي الحجة؟ ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيها من العبادة والطاعات؟ وكيف يمكن لهذه الأيام أن تغير قلب الإنسان وحياته إن أحياها بصدق؟ يقول الله تعالى: والفجر وليال عشر. وقد قال كثير من أهل العلم إن ليالي العشر المقصودة هي عشر ذي الحجة، الأيام التي اجتمع فيها أعظم ما يحبه الله: الصلاة، الصيام، الصدقة، الذكر، الحج والتوبة. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. حتى الجهاد في سبيل الله لا يسبق فضلها إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء. الحكمة العظيمة من هذه الأيام أن الله يفتح فيها أبواب القرب منه بشكل استثنائي، كأنها فرصة سنوية لإنقاذ القلوب من الغفلة وإحياء الإيمان من جديد. ففيها يوم عرفة، اليوم الذي يعتق الله فيه عباده من النار، وفيها الأضحية، وفيها التكبير الذي يملأ القلوب تعظيما لله. لكن السؤال الأهم: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الأيام؟ لم يكن الأمر مجرد مشاعر أو أمنيات، بل عبادة حقيقية وعمل صالح. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله والتكبير والتحميد، الصيام خاصة يوم عرفة لغير الحاج، الصلاة وقراءة القرآن، الصدقة وصلة الرحم، التوبة وترك المعاصي، الأضحية لمن استطاع. وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير في الأسواق والبيوت والطرقات حتى تمتلئ المدينة بذكر الله. العشر من ذي الحجة ليست موسما عاديا، إنها أيام قد تكون سببا في مغفرة ذنوبك وراحة قلبك وتغيير علاقتك بالله بالكامل. ابدأها ولو بخطوة بسيطة: ركعتان بخشوع، صدقة خفية، استغفار صادق، أو تكبيرة تخرج من قلب حاضر. فربما تكون هذه الأيام بداية جديدة بينك وبين الله.